اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه نسرين هاند ميد كروشيه. النهارده هنعمل مع بعض كوستر بسيط وجميل، بيتعمل من 5 سطور بس، وهنلاقي فيه غرزه العمود بلفه وغرزه البف والكلاستر، وكمان معانا غرزه الحشو وغرزه الغرزه المنزلقه. يعني تقريبا في اغلبيه الغرز بتاعه الكروشيه كلها، بس هو بسيط وجميل، مش هياخد معاكي وقت خالص. تقدري تشتغليه بلون واحد او تدخلي فيه كذا لون. اتمنى ان هو يعجبكم، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا هشتغل الكوستر بخيط اوليفيا كاست ميكس، وتقدري ان انتي تشتغلي الكوستر كلها بلون واحد او تدخلي كذا لون مع بعض. احنا عندنا هنا خيط اوليفيا، ده خيط مزيج ما بين القطن والاكليريك، 25% قطن و75% اكليريك، وانا هستخدم معاه ابرة رقم 3.5. هبدأ اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده، وانا عايزة اشتغل جوه الحلقة بتاعت الماجيك سيركل 16 غرزة عمود بلفة، ما بين كل عمود والتاني في غرزة سلسلة. فانا هبتدي ارتفع 4 غرز سلسلة. الاربع غرز دول عبارة عن اول 3 سلاسل عمود بلفة ووراء غرزة سلسلة، وهبتدي بقى اكمل العواميد. ده كده تاني عمود بلفة وراه غرزة سلسلة، التالت ووراه غرزة سلسلة، والرابع ووراه غرزة سلسلة بالشكل ده. وهكمل كده بنفس الطريقة لغاية لما يبقوا 16 عمود بلفة، ما بين كل عمود والتاني في غرزة سلسلة بالشكل ده كده. انا اشتغلت 16 عمود بلفة، ما بين كل عمود والتاني في غرزة سلسلة. فاضل معايا اخر غرزة سلسلة. انا هنا اشتغلت عمود بلفة، هشتغل وراه غرزة سلسلة، وهبتدي اقفل السطر في ثالث غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبتدي بقى اضيق الحلقة بتاعة الماجيك سيركل زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي بقى ان انا اقطع الخيط ده، وهدخل لون تاني بالشكل ده كده. هبتدي ادخل لون تاني. انا عايزة اشتغل في الفراغ بتاع الغرزة السلسلة اللي ما بين كل عمود. فانا هدخل هنا في اول فراغ، وهبتدي اسحب اللون الجديد بالشكل ده، وهرتفع 3 سلسلة. وانا عايزة اشتغل غرزة بف من 3 لفات، فانا هعتبر ده كده يعني ارتفاع، مش هحسبه لفة ولا حاجة. فهبتدي ان انا الف الخيط على الابرة، وهدخل واسحب الخيط. ده كده اول لفة، ده كده التانية، وده كده التالتة. يبقى انا كده معايا 7 حلقات على الابرة. هلف واخرج كل الحلقات بالشكل ده، وهرتفع غرزة سلسلة. وهبتدي بقى اكرر في كل فراغ هدخل اشتغل فيه غرزة بف من 3 لفات. ده كده اول لفة، التانية، التالتة. معايا برضو كده 7 حلقات على الابرة. هلف واخرج ال7 حلقات، وهرتفع غرزة سلسلة، وهشتغل كده بنفس الطريقة في كل فراغ هشتغل فيه غرزة بف. كده انا وصلت لنهاية السطر. هبتدي اقفل السطر هنا بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهبتدي برضو اقطع الخيط بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. وهبتدي برضو ادخل لون جديد هنا في الفراغ اللي ما بين الكل بف والتانية بالشكل ده كده. فانا هبتدي ادخل هنا اسحب اللون الجديد، وانا عايزة اشتغل غرزة كلاستر من 4 عواميد بلفة، ومش هكملهم للنهاية. فهبتدي
ارتفع غرزتين سلسلة. الغرزتين دول يعتبروا عمود بلفة انا مش مكملاه للنهاية، وهبتدي ادخل في نفس الفراغ اشتغل عمود بلفة وبرضو مش هكمله للنهاية. ده كده تاني عمود، وهدخل برضو في نفس الفراغ اشتغل تالت عمود بلفة مش هكمله للنهاية، وفي نفس الفراغ هشتغل رابع عمود بلفة مش هكمله للنهاية. بقى كده معايا التوتال 4 عواميد بلفة مش مكملاهم، معايا 4 حلقات هلف واخرج ال4 حلقات دي. كده اول غرزة كلاستر. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وهبتدي بقى اكرر هدخل في الفراغ اللي بعده هشتغل برضو غرزة كلاستر من 4 غرز عمود بلفة مش هكملهم للنهاية. ده كده اول عمود، التاني، التالت، والرابع بالشكل ده. معايا كده معايا كده 5 حلقات على الابرة. هلف واخرج ال5 حلقات وهرتفع غرزتين سلسلة، وهبدأ بقى اكرر في كل فراغ هدخل اشتغل فيه غرزة كلاستر من 4 عواميد بلفة مش هكملهم للنهاية، وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة بالشكل ده كده. هكمل كده وارجع. وصلت كده لنهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها غرزة كلاستر، منساش ارتفع وراها غرزتين سلسلة، وهبتدي اقفل السطر هنا عند القمة بتاعة غرزة الكلاستر بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وانا هكمل برضو فاضل كده اخر سطرين هكملهم بنفس اللون ده. فانا عايزة ابتدي السطر الجديد ابتداء من الفراغ ده، فهدخل برضو بغرزة منزلقة. والسطر ده انا هشتغل غرز حشو، فانا عايزة اشتغل في الفراغ ده 3 غرز حشو. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزة حشو، وكمان في نفس الفراغ تاني هشتغل تاني غرزة حشو. يبقى انا كده معايا 2 حشو. هاجي هشتغل الغرزة التالتة هنا في الحلقة دي. انا كده هشتغل 3 حشو اشتغلتهم يعتبروا في نفس الفراغ. عايزة تشتغلي ال3 في نفس الفراغ مفيش مشكلة. وهرجع بعد كده اشتغل في كل فراغ من بتاع غرزتين السلسلة هشتغل فيه 4 حشو، ما عدا كده اول فراغ انا اشتغلت فيه 3 حشو، وكمان اخر فراغ هشتغل فيه برضو 3 حشو. يعني بعد كده انا هكمل كل فراغ 4 غرز حشو. ده كده اول غرزة، تانية، تالتة، وهدخل هنا اشتغل الرابعة، وهكمل كده ادي كده اول غرزة، التانية، التالتة، وهدخل هنا اشتغل الرابعة. هكمل كده بنفس الطريقة غرز حشو، عادة هنا الفراغ الاخراني هشتغل فيه 3 حشو. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر. اخر فراغ زي ما قلت لكم هشتغل فيه 3 حشو، فهدخل هنا اشتغل اول غرزة حشو، التانية، التالتة، وهاجي هنا عند اول غرزة حشو انا اشتغلتها هدخل اشتغل او اقفل فيها بغرزة منزلقة. بس انا هدخل هنا في اشتغل غرزة منزلقة في الضلع الخلفي او الباك لوب، هقفل بغرزة منزلقة، لان السطر اللي جاي كله انا هشتغل في كل غرزة فوق كل غرزة حشو غرزة منزلقة. فاحنا محتاجين ان احنا نعلم اول غرزة عشان نبقى عارفين ان احنا هنا خلاص ده بداية السطر بتاعنا. فانا هدخل بقى ده يعتبر اخر سطر معايا، هدخل فوق كل غرزة اشتغل فيها غرزة منزلقة في الضلع الخلفي او الباك لوب زي ما احنا شايفين كده اهو. يبقى السطر كله غرز منزلقة. هكمل كده وارجع. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل معانا اخر غرزة هدخل اشتغل فيها غرزة منزلقة بالشكل ده كده، وهبتدي اخرج الابرة واقص الخيط، وهبتدي اشد الخيط بتاعي بالشكل ده
اهو. وهشيل بقى الماركر من اول غرزة، وهجيب ابرة التنظيف بتاعتي. هبتدي بقى اقفل السطر بتاعي عند هنا اول غرزة اللي كان فيها الماركر. هدخل كده من تحت الضلعين بالشكل ده، وهاجي عند الغرزة اللي هي قبلها هدخل في النص ما بين الضلعين بالشكل ده كده. يبقى انا كده قفلت السطر بتاعي اهو بشكل نضيف، مش هيبقى باين. وهبتدي بقى اداري الخيط من ورا اهو عادي خالص زي اي شغل احنا بننضف فيه الخيط عشان ما يبانش. هبتدي بقى انضف الخيط بتاعي، اي خيط ظاهر هبتدي انضفه وارجع لكم. بالشكل ده كده انا نضفت الخيوط اهو. ده كده الشكل النهائي للكوستر بتاعتنا. تقدري تشتغليها بلون واحد او تدخلي فيها كذا لون زي ما احنا شايفين كده. شكلها جميل ورقيقه ومش تاخد معاكي وقت خالص. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وشكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.